هذا واحد منهم الليلة ذكرى وفاته 22 من جماد الأولى، ابنته جاءت وقعت على صدره، أجهش بالبكاء، بكي بكاء عاليا. هسه انت بلحظات الموت تشوف لك واحد محتضر ويبكي، لازم بنفسه شيء. قال له بني ما بك أتبكي تخشى عليها الضيعة؟ انت لا تخاف عليها، أنا خليها بعيوني. قال لا يا عم، والله أنا أبكي لحالها، لأنها بلغت من العمر 4 سنين وهي لا تعرف نفسها، لا تعرف حسبها ولا نسبها. عندي وصية أريدها لبنية ما تعيش غربة مثل ما أنا عشت غريب. إذا جاء موسم الحج خذها معك، اجعل طريقك على المدينة، أريد توصلها لأهلها. قال بني قاسم صف لي داركم، المدينة واسعة كبيرة. قال يا عم لا عليك، إذا وصلت ضعها على قارعة الطريق، هي تمشي قدامك، ستقف على باب دار عالية البنيان مشيدة الأركان. لكن عمي أنا أقول لك شيء، لا تتوقعك رجال راح يطلع يستقبلك. ترى هذه الدار خالية من الرجال، ما فيها إلا أرامل ويتامى. وفعلا يقول الرجل أنا صحبت هذه اليتيمة إلى أن وقفت على باب دار عالية البنيان مشيدة الأركان. يقول سمعت صوت امرأة كبيرة تقول لمن حولها إني أشم ريح ولد القاسم. يقول طرقنا الباب وإذا بامرأة طويلة القامة محدودبة الظهر، أول ما وقع بصرها على اليتيمة احتضنتها منادية وولداه وقاسما.